ازاي تخدع وتخترق عقلك علشان يخليك تعمل اي مهمة او حاجة صعبة بكل سهولة ومن غير اي تأجيل. بيكون في دماغك مشروع، فكرة، مذاكرة، مهمة معينة تعملها، بس لا بتفضل تأجل فيها وتفتح السوشيال ميديا او اي جيم وتقعد تتشغل فيهم. ده انت من غير اي سحر، انا شايفك علشان تتقدم او تكسب فلوس اكتر او ايا كان. اولا لازم تفهم انك مش بتأجل علشان انت كسلان، لا انت بتقعد تأجل لان عقلك متبرمج انه يتجنب يقوم بأي حاجة صعبة. دماغك بيشوف المهام الصعبة تهديد، وتهديد يعني خطر، وخطر يعني حاجة لازم تتجنبها. الفكرة ان المهمة بتبقى مخيفة بس قبل ما تبدأها. اكيد في حياتك حصل ولاحظت انك قعدت تأجل حاجة لمدة ايام واسابيع وممكن شهور، وبعد كده اخيرا بتعملها وتكتشف انها ما كانتش صعبة على الاطلاق وندمت على الوقت اللي ضيعته. فالسؤال الحقيقي هنا مش ازاي اجبر نفسي ان اعمل الحاجة دي، لا السؤال هيكون ازاي اخدع عقلي علشان يبدأ المهمة دي. والإجابة هنا هي إنك تخلي المهمة يكون شكلها آمن، وآمن يعني سهلة صغيرة ممكن تتنفذ بسهولة. فاللي هتعمله إنك بدل ما تحط المهمة دي كاملة كلها مرة واحدة في عقلك، أنت هتقسمها وهتجبر نفسك إنك تقوم تبدأ فيها لمدة 5 دقايق بس، واظبط المنبه كمان على 5 دقايق بالظبط. وجيس وات بعد ال5 دقايق دول هتكتشف إن اللي أنت كنت مأجله بقالك كتير مش بالصعوبة دي، وهتستمر فيه كمان لحد ما تخلصه. ب5 دقايق دول انت كسرت الحاجز الآمن اللي عقلك رسمهولك وبدأت الشغل.